وحشتوني وحشتوني وحشتوني. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني 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 اوي اوي اوي. تعالوا يا غاليين، تعالوا تعالوا هدمج لكم بقى 2 روتين في بعض، وهعمل لكم مقدمة تاني كمان وانا ببدأ الروتين اللي هو الاولاني. ماشي، انا هوريكم الاول اللي هم حاجة المدرسة، وبعد كده ايه بقول لكم روتينين في بعض هنا. هوريكم حاجة المدرسة اللي انا جبتها لولادي، واوريكم الشقة بعد ما طبعا فرشت ونكدت الدنيا، وتحت سراير وتحت لبا وكل خلاناش حاجة مش في مكانها. ماشي، والفرش بقى النهائي الجميل العسل اللي يخليكي كده راحة تودي الاولاد المدرسة وترجعي ما تعمليش اي حاجة، تقعدي تستنوهم بس تعملوا لهم لقمة الغدا، وتقعدي تستنوهم كده وتأكلوهم وتذاكري معاهم، وراحة بال بقى وسعادة وهنا. هنا بقى تعالوا ما اوريكم، انا جبت لولادي بنطلونين، لكل عيل بنطلونين، لان كان عندي التيشيرتات بس البناطيل هي اللي كانت باظت بتاعتها، والشنط برضو منها كانت بايظه، رحت جبت لهم كل واحد شنطه، وجبت لهم كل واحد نص دستة شرابات. يلا مين معايا؟ وسع يا جميل، تعالوا تعالوا فرحة عيالي بالدنيا كلها، مع ان الاسعار بصراحة وبأمان الله ولعة ولعة ولعة. اذا استنى المية دول غاليين اوي، بس مش خسارة فيهم، مش يشربوا حاجة صحية. وجبت لهم 2 مقلمة برضو، جبت لهم كل واحد كوتشي. يلا افرح يا جميل والبس، يتهنوا بيهم ويبقوا مبسوطين، اهم شيء في الدنيا دي كلها. الاطواق والاستواك ديت جبتها لك كل حاجة بيضة 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 بصراحة، بيبقى العيال شكلهم حلو كده البنات وهم رايحين المدرسة ولابسين ايه التوك بيضة كده في شعرهم. وجبت لها كوتشي، بتقول على الشنطة دي لونها البربر. ضحكتني، هي بتقول بربر. كل ما تقولها اقعد اضحك عليها. وده كوتشي الاستاذ عضي هو اللي منقيه، انا باخد عيالي معايا وانا بجيب عشان ينقوا، عشان لما اجيب ما يرجعوش يقولوا ايه لا انت جبت لنا على مزاجك وما جبت لنا، لا نقوا، حتى يبقى عندهم شخصية يختاروا حاجتهم بايديهم. يلا تعالوا نخش على الروتين، ايه رايكم في الحاجة حلوة؟ ربنا يبارك لهم فيها. الشقة بقى كده الله الله، راحة راحة. بحب اوي السلم لما يكون نضيف كده يا جماعة، جميل. الشقة رايقة ونضيفة وفرش، كنت شلت الكسوة والحاجات دي كلها من المطبخ، والغطا ده وقع لوحده، وده حلل غسلة كم حلل والله لا. مش عارفة ايه حكاية الحلل معايا. واوضتي ودي اوضة الاولاد اهيت، ده فرش تاني اهو شايلة، وفرشت السجاد وفرشت حافظات، دي هدوم هخرجها، ودي هدوم وهدوم لمتها. وتعالوا بقى، كنت هنا في الوقت ده رحت جبت عيش الصبح، ده اللي هو الروتين بقى التاني، ماشي، اللي هو الاولاني اصلا يعني. رحت جبت عيش الصبح بدري، وجبت ملوخية 5 كيلو، 50 جنيه، وهقطفها وهنشفها، مش هعملها خضرة. تعبا موروكم منظر الشقة، هو منكوش انكش بسيط طبعا، اللي عنده عيال عارف العيال بتعمل ايه، حتى لو الحتة نضيفة هينكشوها مسافة ما تخلص. كان عندي غسيل بغسل في الغسالة العادية وفي الغسالة اوتوماتيك، وده المطبخ. يا لهو على المطبخ يا ولد، يا لهو كنت هتهبل من المطبخ. ما قالكوش على المطبخ، عيني طلعت فيه. غسلت الوايد كلها وبقى تال غسيل قد كده، بس الحمد لله ربنا قدرني وغسلت وخلصت، ويعني الحمد لله يا رب يعني على كل حال طبعا. يلا بينا بقى، تعالوا نقعد، تعالوا نقعد ونناحي مع عدي وجودي، وهما بيعملوا الواجب واحنا بنقطف الملوخية. عدي راح جاب لي النضارة، كتر خيره عدي حبيب قلب ماما هو وجودي، يا رب يهديهم ويذاكروا. اه ناحي فيه، جودي ما بتبطلش من ناحية طول النهار، لا فيا لا في عدي، هتفضل راحة جاية راحة جاية، مبطلش، مش ناوية تقعد وتذاكر وتخلص اللي وراها، لا بتناحي جامد. يلا ربنا يبارك لكم في اولادكم كده ويذاكروا وينجحهم،
وما يضيعش تعبكم ولا مجهودكم ولا فلوسكم ولا مالكم ولا اي حاجة يا رب، ويبارك لكم فيهم ويحفظهم من كل شر. انا قلت فرصة وانا قاعدة اعمل الملوخية، هما يكتبوا واجبهم ويذاكروا ماشي بالمرة وانا قاعدة، يلا هم قاعدين جنبي مني، مش هيضيعوا مني وقت يعني، ده انا بقطف في الملوخية مش هتاخد مني حاجة. بوريها لكم في اخر الفيديو وانا عاملاها ناشفة والله وطلعت جميلة. انا طبخت منها مرتين على فكرة، ايه رأيكم بقى؟ شفتم؟ بس هو كسل ان محدش يعني ما فيش حد بيشجعني ان انا اعمل فيديوهات، ان انا افضل مستمرة. عارفين لو في حد يعني، لو انتوا بتشجعوني اصلا بالتعليقات كده ان انا هستمر والله. كان كل فين وفين بقى وتعب كمان يعني. يلا الحمد لله يا رب على كل حال. حاش اشتغل والله شهر واحد على بعضه في القناة دي، وتلاقيني بعدها خلاص تعبت ونمت في السرير زي ما يكون حد باصص لي. والله في ايه مش عارف، ماليش نفس ان انا اصور فيديوهات، مش عايزه اعمل. يعني ناس اصحابي كتير يقولوا لي انت عطيش بتصوري، عطيش بتنزلي ليه؟ اقول لهم والله ماليه نفسي اعمل اي حاجه. جت عليا فتره اقسم بالله عايزه اصحى افضل قاعده كده مكان ما انا بقعد على الكرسي بتاعي ماشي اللي ورايا ده، والله العظيم ما بقاش عايزه اقوم من قدام من عليه. قاعده ال24 ساعه، ولا عايزه اقوم انضف ولا عايزه اقوم اعمل، مش عارفه في ايه. بس بقول الحمد لله يا رب على كل حال. وما تقلقوش من هنا ورايحه هتلاقوني عماله انزل لكم فيديوهات، وناويه باذن الله يعني اشجع نفسي كده. يمكن القناه يمكن لغايه دلوقتي نبقى 4 سنين فاتحه القناه دي. اقسم بالله اقسم بالله وحياة عيالي وربنا اللي احسن من اي حد، انا ما قبضت منها جنيه. شفتم؟ لسه ما قبضت منها جنيه. انا بستغرب والله العظيم يعني سبحان الله، بس كل واحد وليه رزقه. الحمد لله الحمد لله يا رب على كل حال. ربنا مقسم الارزاق والحمد لله، انا راضيه باللي ربنا بيكتبه لي. اديني بسلي نفسي وبعمل فيديوهات وبسلي نفسي، وفي نفس الوقت ذكرى لاولادي. حد ده من عمره؟ محدش ده من عمره. اتفرجوا عليا كده وانا قاعده في وسطه. الحمد لله يا رب يخليكوا لاولادكم وتفضلوا دايمين كده مع بعض، وربنا يحبب فيكم خلقه. دي احسن حاجه بتمنى لاي حد والله، ان ربنا يحبب في الناس، لان حب الناس ده حاجه تانية. انا النهارده كنت عندي المدرسه اقسم بالله، لو انا نسيت انزل الفيديو بتاع اولادي وانا رايحه المدرسه هحطه لكم في اول مقطع كده، يعني ايه اول ما الفيديو يجيب. ده لو انا نسيت، انا مش فاكره والله انا حطيته ولا لا في الاول. انا رحت النهارده عند المدرسه، والله ضحك السنين كله. اولياء الامور بيحبوني يعني. الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب، ربنا يديم المحبه دي دايما. يحبوا يقعدوا معايا نقعد نضحك ونهزر يعني دقيقتين واحنا قاعدين كده قدام المدرسه عما الاولاد يدخلوا والطابور يبدا. بس الحمد لله يعني. نعم يا روح ماما. حب الناس ده نعمة. بصوا احسن حاجة ان الناس تحبك احسن ما الناس تكرهك، تبقى حاجة حلوة يعني احسن ما حد يكرهك. ايه رأيكم؟ صح ولا انا غلطانة؟ ماشي. جودي بقى ملهاش حل، كانت قاعدة بتعمل حركات كده من ورا الكاميرا. هنا بعد ما كنست ومسحت وخلصت وفرشت ماشي، بقيت افرش اهوت. فرشت سرير وجيت افرش التاني اوريكم ان انا شلت الفرش وكنت جايبه من تحت السراير. بصوا ما اقولكوش، انا سبت وتلات وخميس بجيب من تحت السراير. اولاد صغيرين واي حاجه بيرموها وبيدخلوها من تحت السراير، مع ان السراير يعني مقفول مفيش مكان ان هم يخشوا من داخلهم. بس ها سبحان الله، عفاريت عفاريت.
يلا الحمد لله. هنا بقى بعد ما خلصت فرش هفرش، وطبعا انا كنست ومسحت وخلصت وفرشت اهوت. الله الله على المنظر الهادي الجميل، والاوضه منوره ونبخ معطر بريحه العود كده يخلي ريحه الشقه جميله. والله على الروقان. وجبت لهم على فكره، كنت جايبه لهم شاشه جديده لاوضه الاطفال، لان التلفزيون اللي كان عندي، التلفزيون اللي حيلتي باظ. التلفزيون اللي كان عندي في اوضه الاطفال باظ، ما عادش نافع يتصلح يا جماعه. ده كان بتاع الفرح، وكنت غاسله ونشره لا انا شطوره مقولكوش يعني. وبقيت الشقه اهي زي الفل. حد يقول لي الانابيب دي محطوطه ليه، اقول له مالكوش دعوه، مش لاقي لها مكان تاني غير هنا. يا جماعه سيبوها، يا جماعه مالكم ومال الانبوبتين ده دول قريبين ليا قريبين ليا، فبحطهم هنا في المكان ده. معلش بكسل اروح اجيبهم من مكان تاني. ايه رايكم؟ شقه هاديه ونضيفه. الله روقان روقان. كان لسه في هنا دور في الغساله الاوتوماتيك كمان. ما انا بقول لكم انا كنت مشغله في الغسالتين العاديه والاوتوماتيك الاتنين ماشي. والمطبخ رايق اهوت. ودي كانت واعيه كنت غسلاها، وده ازاز الميه ماشي. مين بقى زي يخلص غسيل وعي ويلف ورا منه يلاقي على البوتاجاز حله ولا صينيه ولا اي حاجه من دي مشكله في كل بيت على فكره. لازم بعد ما تخلصي تلاقي حاجه كده طالعالك عشان تغسليها تاني. انا حلفت في اليوم ده قلت والله ما انا غسلاها، حطيتها وحطيت في قلبها ميه. وهنا الملوخيه كانت حطيتها فين بقى؟ في المنشر، على المنشر. كنت خايفه لا تقع والله. هبقى اوريكم بقيه الملوخيه كمان انا حطاها فين، على السلم عشان تنشف في الشمس. اما اوريكم حطاها على السلم فوق في الشمس الشموسه الحلوه الجميله اهي. الشمس عشان تنشف، كل شويه اقلبها كل شويه اقلبها عشان تنشف. ده اول يوم. تاني يوم حطيت لها برضو، حطيتها لغايه ما تنشف. بقت جميله ونشفت بقت حطبه، وعملت منها مرتين والله. وهنا ده كان اكلنا الجميل الحلو. فرخه يا جماعه، فرخه من اللي غلت. يلا شويه رز وحبايه وحبايه وطحينه والطبق اللي هو ده اللي هو الصوص اللي كان تحت الفرخ ده طعمه تحفه. جربوا تدوقوه. الفرخه بالتتبيله بتاعتها كده اطبخوها وتدوقوا الصوص اللي نازل من تحت منها. يا سلام يا سلام. والله والله حاجه طعم خرافه كده. حته مخلل من اللي انا كنت محدقاها ليمون وشطه. ايه رايكم بقى؟ شفتوا الجمدان؟ ولازم طبعا اخد العيال واخرجهم وافسحهم، ما ينفعش كده. خدتهم ورحت على المشايه، رحنا قعدنا ركبوا السكيت، مع ان عندهم واحد بس هم حبوا يركبوا اللي هو السكيت ده، مع ان كنت خايفه عليهم لان ده سريع عن بتاعنا سرعته خفيفه مش جامده قوي زي ده. وفعلا اللي انا خفت منه حصل. احنا هنا كنا خرجنا اصلا بعد التمرين، كان عندهم تمرين، رحنا التمرين وخرجنا بعد التمرين انا واصحابي وولادهم. ورحنا بقى اجرنا بتاع سكيت جوجر للعيال وركبهم. والحمد لله عدي وقع على ظهره. الحمد لله قدر الله مش فعل. بصوا هو اللي ربنا كاتبه هيكون الحمد لله. هنا كنت بقرب الكاميرا لان عدي كان جاي من بعيد. هو انا صورته الفيديو ده والله. وبعدها يعني كذا عزق كده ورا بعض ظهره جاتله كدمة فيه. الحمد لله ان مش حاجة تانية، الحمد لله خير. بس كانوا مبسوطين والله وفرحانين الحمد لله. هنا كده بقى اقول لكم مع السلامة واشوفكم على خير. تعالوا اوريكم بقى واحنا رايحين المدرسة اول يوم مدارس على اللي عملوه فيا. اول مرة في حياتهم يصحوا بدري لوحدهم والله. على طول دايما بيغلبوني. يلا ادعوا لهم بقى دعوة حلوة. مع السلامة.